الأزهر. ما رأي حضرتك كرئيس حزب النور في هذا الموضوع؟ كحزب النور ان هذه الاحداث فعلا تحتاج الى تحقيق وبحث، وشيخ الازهر قال ان نبحث الامر بجديه لنصل الى المسؤول، وفعلا العمليه تحتاج الى تغيير اداري وتغيير شخصيات. واعتقد شيخ الازهر يعني مسؤول عن الجامعه، مش مسؤوليه اداريه مباشره. فاعتقد من الظلم ان احنا نحمل شيخ الازهر مسؤوليه تسمم الطلاب، دي حاجات اداريه، والمسؤوليه الكبرى تقع على اداره المدن الجامعيه، ثم بعد ذلك ترتفع الى رئيس الجامعه. انا اعتقد ان ادخال شيخ الازهر في هذه القضيه ده شيء مفتعل، ولذلك لابد من البحث هل الامر ده مدبر او غير مدبر. ان احنا في كلام ان ممكن يكون هذا الامر مدبر لاحراج شيخ الازهر، فاحنا نرفض يعني تقليل مكان الشيخ الازهر واسقاط هيبته، ليس في صالح مصر، واحنا لابد ان ندفع خلف الازهر ونعمل على تقويه مؤسسه الازهر. استقرار الازهر هيؤدي الى استقرار البلد، لان الازهر له مكانه كبيره، وكلما ازداد يعني قوه الازهر ومكانته ده هيكون داعما ان شاء الله لاستقرار المجتمع ولم شمل الشعب المصري ان شاء الله.